لا. المكالمة مذاعة على الهوا، موافقة بالإذاعة؟ تمام. اتفضلي قولي لي مشكلتك ايه. بص حضرتك، أنا بقالي يعني أنا دلوقتي عندي 24 سنة. 24 ماشي سنة. بس. اتخطبت 3 مرات. لا انا مش، انا صوتك، و- صوتك مش واضح، معلش يعني، حاولي تقولي من الاول، قولي لي بقى. بقول لحضرتك أنا عندي 24 سنة. تمام. اتخطبت 3 مرات بس ما حصلش نصيب. اه. من ضمنهم كنت في واحد بحبه يعني، وكنا واخدين بعض على حب، بس بابايا ما وافقش. واحد من التلاتة كنت بتحبيه؟ بعد ما اتخطبنا حصل سوء تفاهم هو وبابايا. بابا ما وافقش إن أنا أكمل معاه. اه، وانت كنت بتحبيه وعايزاه. وهو كان بيحبني وعايزني. ده كان رقم كام في التلاتة، الاول ولا التاني ولا التالت؟ التاني. التاني. اه. تمام. وأنا اه. حاليا دلوقتي ما حصلش نصيب ما بينهم هما التلاتة، فاتخطبت لواحد تاني. اتخطبت أنا الرابع. حاليا دلوقتي أنا حاليا دلوقتي مخطوبة. اه. تمام. بس يعتبر بقالي داخلة في سنة دلوقتي، يعني عندي سنة بالظبط وكده، يعني أنتم السنة يعني. طيب تمام. تمام. ف- فأنا وخديجة كنا أول خطوبة كنا كويسين مع بعض، ومكانش في أي حاجة، مكانش أي مشاكل والكلام ده خالص. اه. ماشي. كده أنا حبيته وهو حبني، أو زي ما هو بيقول هو حبني، تعلقنا ببعض. حصل تجاوزات ما بيننا. حصل تجاوزات ما بينكم؟ بس هي مرة واحدة يعني. اه. ماشي. بعدها بحوالي 3 شهور لقيته اتغير معايا. اه. قلة اهتمام مش موجودة، التقدير مش موجود. ممكن يقول حاسه لي انه عايز يمشي، عايز يسيبك؟ أيوة. ما أنا حاولت إن أنا أقول له أنت مش عايزني، هو كل ما أجي أسيبه يقول لي لا مش هسيبك. بس رده مش عارفة، مش حسيت إن هي مش عايزة تيجي منه هو. بالظبط. بقول له طب أنت هو جايب لك دهب؟ اه اه، خايف لا يخسر الدهب، عايزه تيجي منك انت. هو حصل سوء تفاهم من قيمة أسبوعين، اه. ودخلت أخته بسبب برضه قلة اهتمام وتقدير وما بيسألش فيها والكلام ده. اه. أخته بتقول لي لا ما فيش الكلام ده، فأنا بكلمه وبقول له أنت ساعدني. قال لي بصي كل واحد يروح لحاله، وأنا مش مرتاح معاك. ده الكلام قالها. ده ما بينه وما بينه. اه، قالها لك يعني كده بصراحه؟ ده الكلام ده اه. ما بينه وما بينه، اه. فبقول له ازاي يعني انت جاي بعد كل ده هو تقول لي الكلمتين دول؟ طب انت اه. اللي خليتني اتعلق بيه. اه. رجع بعديها. دخلت اخته بقى ودخلت اهلي وكده، ودخلت اهله. لقيته بيقول لي لا انا ما قلتلكيش كده، انا اقصد ان انت تبعدي عني اليومين دولت لحد ما انت تهدي وانا اهدى، بعد كده هكلمك عني. اه، لكن انت عارفه الحقيقه، وعارفه ان هو مش عايز يكمل، وخاف منك، وقال اه ده زي ما عملت معايا وسمحت لي اني المسها. هي كانت مخطوبه لثلاثه قبلي، فاكيد عملوا معاها كده، ما اكيد انت اعرفش عارفه ده. تفكيره كده ولا لا ما بصراحة، انت بس هو عارفه. بصراحة ما لما حاولش هو، يبين لي حاجة زي هو كده. اتغير بتقولي بعد اللي حصل ده، صح ولا لا؟ نعم الحمد لله. كان بيتكلم كم اه مره في اليوم؟ هو من أول خطوبة كان بيتكلمني من الساعة 9 الصبح لحد بالليل، وكل شوية وكل حلو. دقيقة. دلوقتي بس ما بقاش جيت يتكلم اصلا؟ بقى خالص، يعني ممكن أول مكالمة بتاعتنا بتبقى حوالي الساعة 8 المغرب. امم. وبعد كده ازيك الله يسلمك، وبعد كده بيقفل، يجي تاني يوم نفس الحوار. ايوه أجي أقول له طب أنت ما سألتش ليه أو ما رنتش تاني ليه، يقول لي ما كنتش فاضي. امم. حتى واكيد. قعدوا في البيت عندنا نفس الحوار، بقول له تعالى اقعد معايا يقول لي لا والله مش فاضي. امم. من نفس الأسلوب ده كده، طيب أقول له يبقى، ده وأنا عملت لك إيه؟ يبقى اتغير، يبقى اتغير لما انت فرطتي وسبتي نفسك، ما يعني، الحمد لله ان هي ما حصل، ما تكررش الموضوع ده. بس هو دلوقتي شيطانه بيقول له كده،
بيقول له زي ما سمحت لك هي بقالها 3 مرات قبلك كانت مخطوبة، ما يمكن عملت كده ما مع كذا وكذا وكذا، ما يمكن ما عملت كده لحد مع اللي قبلك امبارح واللي قبلك واللي بصي، قبلك. امم لحد امبارح احنا يعني هو بقى امبارح النهارده ما يعرفش اي حاجة عني، وما بنتكلمش خالص. هو عايزة تيجي امبارح منك. بصي يا حبيبتي الله ينور عليكي، هي مش محتاجة ذكاء، هو عايزها تيجي منك. هو جايب لك شبكة بقد ايه؟ ب15. طيب هو مش عايز يخسر ال15، عايزة تيجي منك فتتخنقي فتتقرفي فتروحي تقولي ما انا لابوكي ما انا مش انا عايزة هقول لك اكمل. لا. امم انا قلت الكلام ده لو هي فعلا، وده اللي حصل امبارح الكلام ده. امم لما لقيته ما رفعش طبعا التليفون عليا، وقلت خلاص انا تعبت بقى مش قادرة، وفي نفس الوقت انا مش عايزة اسيبه، بس عايزة افهم ايه السبب. فقلت لبابا وحكيت له. ابويا راح كلم ابوه وقال له انت لو ابنك مش عايز بنتي يعرفني، كده كده حضرتكم هتيجي لحد عندكم، مش اه هناخد حاجتكم. امم فرجع كلمه تاني بعدها ب3 ساعات كده، قال له لا والله ده انتوا ناس محترمة وناس كويسة ومفيش أي حاجة، وده سوء تفاهم كده. وانت فهو قال له ما هو حاجة من الاتنين، يا اما هو مش عايزك وبيطفشك، يا اما ده ما انسان مريض، وفي الحالتين ما ينفعش للجواز. يعني هو ما فيش حاجة اسمها كده. هو اللي يخليكوا تضطروا تكلموا ابوه يبقى انتوا مش مرتاحين من تصرفاته. ما يمكن ابوه شايفكوا آه، ناس محترمة واخته شايفاكوا زي الفل، لكن هو اللي مش عايز. يمكن مش قادر يقول لاهله السبب اللي بيخليه مش عايزك. مش هيروح يقول لاهله اصل انا وهي عملنا مع بعض حاجة، والحاجة دي هي ممكن تكون عاملاها مع اللي قبلي. طب ما قاليش انا لما انا واجهته بالموضوع ده، ما قلت له انا هو عشان لو خاطر قالك أورينا كده كده. هيبقى ناقص. هتبقى انت اديتيله نفسك وامنتيه، وفي الاخر هو اللي بيتخلى عنك. فهو سايبك تكرهيه، سايبك تكرهيه بقى وتتقرفي فتقولي له انا مش عايزاك، لو هتجيب لي انا مش عايزاك. في ناس كده يا بنت الناس، في ناس كده. بس برضه انت من محافظة، انت من محافظة. من طن. طيب هو بالنسبة له انك تتخطبي 3 مرات قبله، هو دلوقتي دماغه عمالة تروح وتجيب وتودي ان انت حصل كده مع ال3 اللي قبله. فانت مش محتاجة لف لا، ودوران. ما هو متأكد 100% اللي أنا ما كملتش معاهم، يعني هو كل ما اللي قبله لا لا يا لا لا شهر يا هو مش شهرين. متأكد 100%. الرجالة ما بتتأكدش 100%. هو لو متأكد 100% هيقولك 100% هي عملت كده في الشهر والشهرين اللي كانت مخطوبة له. هم خلاص طالما هم بيفكروا كده، الرجالة بتفكر كده. هو الراجل يقول لك طالما هي سابتني ابوسها يبقى هي اللي قبلي واللي قبلي واللي قبلي بسها. طالما هي سابتني امسك ايديها يبقى اللي قبلي واللي قبلي واللي قبلي مسك ايديها. طالما سابتني اختلي بيها في مكان لوحدنا يبقى اللي قبلي واللي قبلي واللي قبلي عمل كده. هي الرجاله بتفكر كده. في ناس بتفكر كده وفي ناس لا. في ناس يقول لك لا دي عشان حبتني، هي عملت كده معايا عشان حبتني. لكن في رجاله تانية تقول لك لا، طالما سمحت يبقى سمحت للي قبلي. فانت ما تعيشيش نفسك في الحيره دي. اولا انت غلطتي ويا ريت تستفيدي من غلطك. انت غلطتي فأنا ويا ريت غلطت تستفيدي من تمام. غلطك. تمام. طب انت أنا مش كمان عارفة أكمل يعني انا ولا لأ. اسمعيني بقى. انت غلطتي ويا ريت تستفيدي من غلطك، دي رقم واحد. تاني حاجه فكره الخطوبه الكتير، انا مش بقول انها بتعيبك، بس انت في مكان. فكره ان تخطب مره واثنين وثلاثه واربعه، يمكن في القاهره هنا الدنيا بتعدي والدنيا كبيره وواسعه وممكن واحده تعزل من مكان لمكان. لكن انت ما ينفعش يتقال اتخطبت مره واثنين وثلاثه واربعه. يعني عايزه اقول لك بس المره الجايه لو ربنا اراد واتخطبتي، اتأني قوي وبلاش نتسرع وبلاش نعمل خطوبه ونعزم الناس وفي الاخر تبقى على ما فيش. عشان أيوة. الناس ما تجيبش في سيرتك، عشان الناس ما تقولش ايه هي ايه بقى الحكايه، ليه فلان وفلان 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 جم وخطبوا ومشيوا. بس نحمد ربنا ان احنا على البر، نحمد ربنا ان هي خطوبه. كل اللي طالباه منك ما تعيشيش نفسك في الحيره. هو ما بيسالش، ما تساليش انت كمان. مش مهم ان انت تقولي أنا في يحسم لي السلام. الامر، اعتبري الامر اتحسم.
مش مهم تقولي هو لازم يقول لي انا مش عايزك هاتوا حاجتي عشان انا ابتدي اعرف انه مش خطيبي. من دلوقتي خرجيه من دايرة اهتماماتك. ما تتصليش بيه، ما تدوريش عليه، ما تقولوليش انت ما سألتش عليا ليه، هو انت كنت فين. اللي انا بقوله انا لك بقالي ده يومين بعمل كده. حلو قوي، اللي انا بقوله لك ده ممكن يبقى هو ده اللي يرجعه ليكي تاني. اديله مساحته، هو بيفكر وانت بتضغطي عليه، كل شويه بتظهري له، كل شويه بتكلميه، بتحوطيه، بتروحي لابوه، بتروحي لاخته. هو انت محسساه ان انت راميه نفسك عليه، وده بيخليه يحس ان انت ايه ده بقى، دي ما صدقت لقت عريس، دي ما صدقت لقيت حد مم. هيتجوزها. ابعدي بقى وانسحبي من غير ما نتكلم كتير، حتى من غير ما تقولي انا عايزه اسيبه وانت يا بابا ساكت ليه ولازم نسيبه ولازم يجي ياخد حاجته. لا، ابعدي انتي، خدي انتي الموقف الاولاني، دربي نفسك من دلوقتي انه مش في الحياه، دربي بس في نفسك. ناس قالوا لي ما ينفعش، لو يعني في ناس كنت صحاب واحدة بس من صاحبتي عارفة الحوار ده، قالت لي ما تديلوش حاجة. لا مفيش حاجه اسمها ما ده تدلوش عقابا حاجه، لا ليه لا لا اللي هو. لا، مفيش حاجه اسمها ما تدلوش حاجه، شرعا هو ما كتبش عليكي، مش عقابه اللي بتعاقبيه على ايه. انت انا اللي قلت لها مش انت انت بمزاجه، يعني غلطتي قلت زي لك ما هو المزاج انا غلط. كمان، بالظبط انا كده. قلت لها كده. فهو ما كتبش عليكي، عشان ولو كتب عليكي كنتوا تقسموا الحاجه بينكم، لكن هو ما كتبش عليكي، فده حاجته. اهم حاجه دلوقتي سيبك من مم. الحاجه والذهب، كل ده كلام فاضي. 15,000 جنيه في زماننا ده يعني ما بيكملوش 4 5 جرام، 6 جرام اخرهم. مش قصه يعني، ايوه مش والله. مبلغ ولا جابلك الحاجه اللي ما فيش زيها، ده ممكن يكون خاتم ودبله. فكل اللي انا طالباه منك يا بنت الناس انك تدربي نفسك انه بره حياتك، ما تكلمهوش، ما تحوطهوش، ما تقعديش تبعتي له على الواتساب، ما تقعديش تبعتي له على الماسنجر، ما تقعديش تقولي له هو انت فين، بتعمل ايه، ما سالتش عليا ليه، هو انت انا خطيبتك ومفروض تكلمني، هو انت ليه ما انا بقتش بقالي يومين ما تكلمني. برنش عليه لحد دلوقتي، بس ولا هو بيرن، ولا هو بيرن. يبقى ابتدي اقلمي نفسك انه مش موجود، لحد ما هو اللي يدور ويقول هو انت انا عايز ذهبي بقى، فساعتها والدك اللي يتكلم معاهم. انت خلاص، انت دورك انتهى. يعني برضك حتى لو ما نزل من السفر ما يتكلمش معاهم في اي حاجة خالص ولا يعاتبهم، ونسيبه زي ما هو برضه انت لحد دورك ما هما اللي انتهى. يتكلموا. بالظبط كده، انت دورك انتهى. لما هم يتكلموا يبقوا يتكلموا مع الراجل اللي جاهم حطوا ايديهم في ايده. انت خلاص كده، انت مالكيش دور ومالكيش ظهور، وما تتكلميش معاه تاني. تمام ماشي. تمام. واوعي ترخصي نفسك ليه، اتعلمي من غلطتك بس من غير ما ترخصي نفسك. واوعي لو رجع تاني جر معاكي نايم تسلمي له نفسك، ولا تهزري معاه، ولا تخليه يلمس منك شعره، لان هو بني تمام. ادم بيفكر في الناس كلها انها وحشه، طالما هو عارف يعمل معاكي كده ففكر فيك انك عملتي كده مع غيره، لا وهو ده انا قلت اللي. لو حصل نصيب وكملنا يعني خلاص، هو ازاي الله سلمت اوعي لحد ما نبقى اوعي نتجوز. تخليه يلمسك ولا يلمس شعره منك، اوعي تخليه تمام. يلمسك. وهو ده اللي انا دايما بقوله، الخطوبة معمولة عشان نعرف بعض، مش نعمل علاقة المتجوزين ولا ناخد على بعض. الخطوبة دي ممكن في لحظة ما تبقاش موجودة، فليه تأمني على واحد ملوش انه يلمس منك شعرة، ملوش انه يشوفك اصلا غير بحجابك. انت لو محجبة ما ينفعش يشوفك غير بحجابك، لانه مجرد خطيبك، لسه من محارمك، لسه ما يجوزلكيش، لسه مش جوزك. فاقعد انا وانت مفيش خلوه شرعيه بينا، ما ينفعش نقعد انا وانت في مكان مقفول لوحدنا. اقعد انا وانت واهلي جايين وخارجين وطالعين علينا، بناكل كلنا سوا. هخرج معاك تمشيني، يبقى معايا اختي، يبقى معايا اخويا، ابقى معايا حد. عاجبه مش عاجبه اتفلق، مش عاجبك اتفلق، ما يلزمناش يعني. ساعتها كان هيجري تمام. وراكي بالمشوار. مش مهم، قدر الله ما شاء فعل، والبني ادم ما بيتعلمش ببلاش. المهم اللي جاي،
اتعلمي لو سمحتي قوي قوي، وخدي بالك من نفسك وكرامتك، صوني كرامتك. بلاش الأسئلة اللي ملهاش وجود، اللي هو انت ما بتسألش عليا ليه، انا بحبك، هو انت فين، انا على فكرة بدور عليك، وانا مش خطيبتك. انت خطيبته وهو كان عارف ده، خاصة ان ده مش طبعه، هو اتغير زي ما انت قلتي. ده كان واحد بيعرف يهتم، وكان بيعرف يتكلم، وكان بيعرف يدور عليكي، وكان بيعرف يكلمك بالساعات. فطالما اتغير يبقى براحته، حتى براحته. المشاكل اللي كانت بتحصل ما بيننا، كان مثلا يحصل ما بيننا مشاكل الاقيه بيتلفت على اي حاجه، اقول له طب انت اللي بتعمل كده، يرد عليا يقول لي انت اللي عايزه كده مني فين، وانا ما بكونش عملت له اي حاجه اصلا، ولا طبعا. مقصره معاه في اي حاجه. بصي، البني ادم لما بيكون شاري يا بنت الناس، ممكن يعمل المستحيل عشان البني ادم اللي شاريه. ولما بيكون بايع على اتفه الاسباب، تلاقيه ساب ايده وقال لك اصل ما يلزمنيش، وتلاقي سبب ما يذكرش ولا ينفع اساسا يتقال، تلاقيه بيقول لك لا اصل انا مش عايزها، دي قلة ادبها عليا، ده انا قلت لها صباح الخير ما قالتليش صباح النور. اللي بيبيع بيعرف ايوه صح. يطلع ألف سبب عشان يبيع، زي الشاري ما بيعرف يعدي ألف حاجز عشان هو شاري. فخلاص، ايوه. قدر الله ما شاء فعل. اتعلمي أرجوكي وحافظي على نفسك، وسمعتك لازم تبقى طيبة. مش معنى انك اتخطبتي مرة واتنين ما تأمنيش خطيبك ده، ما هو الا شخص لسه بتكتشفي اخلاقه، ملوش عندك غير انك تكتشفيه بس، ملوش ان يشوفك ولا يلمس منك شعرة. وما تتكلميش في الموضوع ده مع اي حد، اعتبريه اكنه لم يكن. عودي نفسك انه مش موجود في حياتك. اتفقنا؟ تمام. تمام ماشي. شكرا جزيلا ليكي يا حبيبتي. شكرا. شكرا شكرا يا ليكي، نجمة. ربنا يفرحنا بيكي عن قريب مع ابن حلال صالح يستهلك. ويا بنات يا بنات يا بنات يا حلوين يا أمارير، يا أمامير يا حلوين، خدوا بالكم، خدوا بالكم. لما بتكوني اتخطبتي مرة واتنين وتلاتة، بتبقي عليكي بالنسبة للشاب الجديد اللي جاي يتقدم علامة استفهام. طب هي سابت اللي قبلي ليه؟ طب اللي قبله ليه؟ طب ايه اللي حصل؟ ممكن تكون انت بني ادمه جميله وبريئه، وبتكتشفي ده وعيب في ده وعيب في ده وعيب في ده خلاكي تسيبيهم، وليكي الحق. لكن لما بيجي الجديد ممكن يبقى بني ادم مريض، بني ادم بيقيس الناس بنظرته، بيقيس الناس بالنظره الوحشه اللي جواه، فدايما شايف في تخوين. يا سابتهم ليه بقى؟ ايه اللي حصل بينهم؟ فلو فرطتي او خليتيه سمحتي له بالتجاوز، يفضل يربط، يبقى اللي قبلي عملت معاه، واللي قبلي عملت معاه، وفلان عملت معاه، وابن خالها عملت معاه، وابن خالتها ويبتدي يبقى شايفك بني ادمه وحشه، وبني ادمه ممكن تغلط، بدليل ان انت خليتيني اعمل معاه كده. عشان كده انتوا ما ينفعش تبقوا تحت رحمه حد، ولا تحطوا نفسكم في رهان. البني ادم ده لا يطلع كويس ويعرف فعلا اني بحبه، فيعرف اني مشاعري دي اديتها له عشان بحبه، او ليه يطلع وحش فيشك فيا. انت مش محطوطه تحت رهان ولا تحت رحمه حد، انت هتفضلي كويسه، حتى لو هو كويس يبقى خير وبركه. لو بني ادم مريض يعرف ان انت ب100 راجل، ويوم ما هيقرب لك هتقلعي اللي في رجلك تديله بيه، وتقولوا له لا، ما يخصكش، وما ينفعش تحط نفسك في وضع زي ده، وتيجي بالبيت باحترامك عشان انا مجرد خطيبتك، مجرد خطيبتك. ممكن بكره الخطوبه، ممكن بكره ارمي الدبله في وشك، فما تلزمنيش. حافظوا على نفسكم يا بنات، وغلوا نفسكم يا بنات. الراجل بيحب البنت اللي يتعب لها قوي ويشقى قوي، ولما يفتكرها، لو بقى راجل عنده 60 سنة، يقول يا دي ما خلتنيش ألمس منها شعرة، ده أنا حفيت عشان بس أمسك إيديها. فأرجوكم حافظوا على الأصول، أرجوكم حافظوا على الأصول والدين قبل الأصول،
لأن ده دستورنا وده ديننا، الحياء والعفة. ربنا خلقنا بالحياء والعفة، فيا رب يعفنا جميعا يا رب العالمين، ويكرم بناتنا دايما ويرزقهم الحياء بإذن الله تعالى. خلوني أطلع